السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتي وصفات مطبخ أم جنة. إن شاء الله يا رب تعجبكم. النهاردة قلت أشارككم كده طريقتي كده في سلق اللحمة، طريقة إن شاء الله مميزة كده وجميلة، تدي طعم كده حلو قوي للشوربة بتاعتك واللحمة بتاعتك. طريقة سهلة وحلوة قوي. تمام كده. طبعا ما تنسينيش طبعا في اللايك في بداية قبل ما ابدأ الفيديو، ما تنسينيش في اللايك ان شاء الله على الفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس ان شاء الله لكل المشتركين الجداد ان شاء الله. انا عندي هنا زي ما انتم شايفين حلة. انا مسكت الحلة سخنتها جامد جدا لان انا عايزة ادي صعقة للحمة بتاعتي. تمام كده. هديها تقليبة زي ما انتم شايفين كده لحد اللحمة بتاعتي دي ما تنزل المية بتاعتها. تمام. مجرد ما بتنزل المية بتاعتي كده زي ما انتم شايفين هبتدي اصفي المية دي، ان انا مش محتاجاها في حاجة. تمام كده. ان دي هتدي لي زفرة للحمة بتاعتي. وهبتدي بقى اقعد اشوح بقى في اللحمة كده. هتفضلي بقى تشوحي فيها كده، تقلبي فيها لحد كده ما تتشوح وتدي درجة لون كده حلوة قوي. تمام كده. وتبقى خلاص كده ما فيهاش يعني ايه السوائل بتاعتها، خلاص امتصت السوائل بتاعتها كلها وما فيهاش اي سوائل. تمام. اقعدي قلبي فيها كده لحد ما تديكي شايفه الدرجه الجميله دي كده متشوحه دي. وهتلاقي حتى الحله نفسها بتدي لون كده بني كده، بتدي طعم جميل جدا للشوربه بتاعتك مع اللحمه. نزلت بقى ببصلايه كده، بصلايه مقطعه مكعبات، ونزلت نص معلقه من الفلفل الاسمر، ونزلت بالورق اللوري، ونزلت بجزرايه قطعتها مكعبات، ونزلت بفصين كده من الحبهان. ودي جوز الطيب كده، انا بحب اجيبها سليمه كده وابشرها كده طازه على طول. ماشي. هقلب بقى تقلبتين كده، ادخل كل مقاديري كده جوه اللحمه بتاعتي. وبعدين هنزل كده بالميه السخنه بتاعتي. اهم حاجه تنزلي بميه مغليه. تمام. ما ينفعش طبعا تبقى هي على النار وتنزلي بميه ساقعه خالص، لازم تكون عندك ميه مغليه تنزلي بيها على اللحمه بتاعتك عشان ايه اللحمه بتاعتي تستوي بسرعه يعني. وده مكون بقى الحاجه الاساسيه طبعا اللي انا بحطها دي، اللي هي تحطي بلحايه كده كامله بالنوايا بتاعتها، دي بتساعد على تسويه اللحمه بتاعتك جامد جدا، وبتديها طعم كده مميز وحلو. وتحطي كمان نص معلقه سكر معاهم كمان. وانا نزلت هنا تاني بكاتل من الميه السخنه تاني عشان اكمل بقيه الشوربه بتاعتي. تمام كده. انا دخلت كله ببعضه زي ما انتم شايفين، وهغطي حلتي واسيب اللحمه. ومش هحط ملح اهم حاجه الا لما اللحمه بتاعتي تبتدي تخش على السوا. زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتي انا كده بشوفها بالشوكه عشان اشوف استوت ولا لا. فانا لقيتها خلاص هي قربت على السوا، بروح نازله بالملح بتاعي. وهنزل كمان بدعمها كمان بقلب مرقة دجاج كده عشان تظبط لي الشوربة بتاعتي كده، وطعم اللحمة كده كمان يبقى مميز معاهم كمان. تمام كده. هتدخليهم بقى كده ببعضيهم وتسيبيها بقى تاخد غلوتين كده خلاص. تمام كده. اللحمه بتاعتي خلاص هي استوت، والشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي تحفه. والله يا جماعه هتلاقوا طعمها كده مميز كده، اللحمه نفسها هتلاقي طعمها حلو كده جميل جدا، والشوربه بتاعتها هتلاقي مميزه جدا. تمام. جربي ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبك جدا، طريقه سهله وحلوه جدا، وتخلي كده نكهه حلوه كده للحمه بتاعتك مع الشوربه كمان. زي ما انتم شايفين اللحمه بتاعتي، عايزه اوريكم كمان درجه السوا بتاعتها. يعني انا مخليها مستويه كده ايه يعني حلوه جدا، يعني هتعجبك كده، تحس ان هي عامله زي الزبده كده دايبه كده، يعني تدوب في البق على طول يعني. تمام كده. زي ما انتم شايفين هوريكم بقى دلوقتي بالشوكه كمان ايه هي فعلا درجه السوا بتاعتها عامله ازاي. ايوه. انا هنا بحاول امسكها بس ايه اللحمه سخنه مش قادره، فطبعا بعملها لكم كده بالشوكه عشان ايه اقدر اتملك منها يعني، لان هي طبعا كانت لسه نازله مع النار فكانت سخنه قوي. زي ما انتم شايفين اهي دايبه جدا. جربوا بقى بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم.